هذا وطالب مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى المتظاهرين بالابتعاد عن وزارة الدفاع في القاهرة ويكونوا بمستوى المسؤولية، مؤكدا أن الجيش أو أن الجميع سيكونون خاسرين في تلك المواجهة. موسى أثناء زيارته للمنطقة الصناعية بقسينا أعرب عن استيائه من تطورات الموقف بمنطقة العباسية، ودعا المتظاهرين إلى أن يكونوا بمستوى المسؤولية والحفاظ على سلمية تظاهراتهم. وقال موسى أن حرية الرأي مكفولة للجميع ويجب عدم المساس بها، مشيرا إلى أن هناك البعض يقومون بتسليط المتظاهرين للاقتراب من وزارة الدفاع، وهذا الأمر لا يصح أن يكون، وهناك من يفكر في مصلحته الشخصية وجمع الأصوات على حساب البلد وإشاعة الفوضى فيها.